يا جدعان اقسم بالله احنا الاهلي، والله العظيم الشعار ده مش قليل، قسما بالله احنا تاريخ، احنا عراقه، احنا كل حاجه في الكوره، احنا اللي اخترعنا الكوره في مصر. احنا اصل الكوره في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا كلها، احنا اساد افريقيا. يا جدعان والله العظيم اللي كان بيحصل ده كان هو اللي غلط، لكن احنا دلوقتي احنا اللي صح. هي دي الرجوله وهي دي الروح، هو ده الاهلي اقسم بالله. والله ما ينفع غير كده وما ليها غير كده وما ينفع تمشي غير كده. احنا سياد الكرة في مصر وافريقيا وفي كل حته في العالم والله. احنا اول ناس رحنا مثلنا مصر في العالميه. عمرها ما مشيت غير كده ولا عمرها هتمشي غير كده. ممكن نتعب شويه، ممكن الاهلي يقع شويه، لكن بالرجوله والروح هترجع. لازم ترجع، لان هي دي المعادله. عمرها ما هتتغير. اقسم بالله عمرها ما هتتغير. اللي حصل النهارده في الشوط الثاني ده يقول لك يعني ايه رجوله، يعني ايه روح، يعني ايه روح الفانيلا الحمراء. هقولها مره واثنين وثلاثه والف. عمرها ما كانت بالفنيات، ما تكلمنيش فنيات. فنيات انت زي الزفت. لعيبه ما تنفعش تلعب في مركز شباب. لكن رجوله وروح هي دي. اللي كسب النهارده هو الشعار ده، اللي كسب هي رجوله وروح الفريق. مش حسين الشحات ولا تريزيجيه ولا غيره، لا، اللي كسب النهارده روح الفريق. الرجوله رجعت للفريق النهارده. حسوا بغيره على التيشيرت النهارده. اقسم بالله هو ده الاهلي وما ينفع يكون غير كده. انسى بقى جو الصرمحه وقله الادب اللي كانت بتحصل دي. وشوبير امبارح يطلع يقول لك انا ما احتفلوش بعيد ميلادي. يا عم ركز مع النادي، يا عم ركز مع الفرقه. يا عم ركز مع الفرقه، هي دي اللي ايه، هو ده الاهلي. وما ينفعش يكون غير كده ولا هيكون غير كده ان شاء الله. مهما حصل ومهما وقعت هتقوم. هي دي الرجوله. هي دي روح الفانيلا الحمراء. قلناها مره واثنين وثلاثه والف. الجمهور النهارده خسران 1-0 وبيقول لك العب بقى يا عم، خلي عندك دم. جمهور واثق في فرقته، واثق في روح الفانيلا الحمراء، مش في لعيبه ولا في مدير فني. مدير فني زي الزفت وتبديلات زي الزفت وكل حاجه ماشيه زي الزفت. واداره زي الزفت واعلام زي الزفت، كل حاجه وحشه. لكن روح الفانيلا الحمراء هي اللي بتكسبك النهارده. هو ده الاهلي. اقسم بالله هو ده الاهلي. وعمرها ما مشيت غير كده ولا هتمشي غير كده. مهما حصل ومهما راحت ومهما جت. الزمالك يتصدر يومين 3 10 هي معروفه ان الكره في مصر اصلها الاهلي. مهما حصل ومهما اتاخرت ومهما الدنيا عكت معاك ومهما الازمات اصابات ايا كان اللي انت فيه، انت الاهلي. لازم تبقى واعي للاسم ده يا عم تريزيجيه. يا طاهر يا محمد يا طاهر، لازم تبقى عارف انت بتمثل النادي الاهلي. مش بلاش شوكه وسكينه يا عم طاهر. انت اول ما طلعت تشوف حسين الشحات نزل عمل ايه، هي دي الرجوله. حسين الشحات مش احسن واحد شني في مصر، ولكن عنده رجوله وعنده نخوه على التيشيرت بتاعه. هو ده الاهلي يا جدعان. نلعب برجوله.